سوف أترك المجال إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري. الآن ألقينا القبض على 4 أشخاص من المتورطين في هذه الحادثة. الآن بدأنا نفك اللغز وكلمة السر، وبدأ التحقيق يوضح الملابسات وصلة هؤلاء الأشخاص بالنواب لحزب الشعب الجمهوري. الآن نحن نستمر بالتحقيق في هذا الموضوع، وسوف أتحدث بشأنه بعد أن تتضح الملابسات. تركيا لن ترد على هذه الاستفزازات، والحمد لله تم إلقاء القبض على الفاعلين والذين قاموا بهذا الفعل الشنيع، والذين قاموا بهذا التفجير وكانوا يحضروا على التفجيرات الأخرى هو الشخص ذاته الذي كان الوسيط بين حزب الشعب الجمهوري والنظام السوري، وكان هو من أوصلهم إلى الشام ليلتقوا بالرئيس السوري. قلت له ودعوته مرات ومرات للاستقالة، لكنه لا يخجل. أنا طيلة وجود هذا الشخص على رأس المعارضة فسوف يكون حزب العدالة والتنمية على سدة الحكم، لا أشك بذلك. لكن هؤلاء الأشخاص لا يخجلون. CHP Genel Başkanı sürekli söylüyor ya, yalancıdan başbakan olmaz diyor ya. رئيس المعارضة دائما يتهم رئيس الوزراء بالكذب. نعم، أنا أقول الكذب ليس من شيم رئيس الوزراء، ولذلك لن يأتي كليشداروغلو لمنصب رئيس الوزراء لأنه كاذب. أنت تقول ذلك، ولكن الأمة والشعب التركي يقول شيئا آخر. هذا الشعب ينتخب أردوغان لأنهم يعرفون من الكاذب ومن الذي يتحدث الصحيح.